دي عينة من يعني آراء أصحاب المحلات والقهاوي وطبعا المتضررين الأصليين من القرار. بالنسبة للاتحاد العام للغرف التجارية، هو الاتحاد عنده يعني اجتماع مغلق من النهاردة الصبح لدراسة الموقف بعد يعني إعلان القرار بالتنفيذ من يوم السبت. لكن الأخبار اللي بتتسرب من داخل الاجتماع إنه ربما يكون في موقف معلن بتصعيد ما لسه ما قرروش أو ما أعلنوش هتكون مظاهره إيه، وأكدوا إنه تنفيذ القرار بدون مراعاة مطالب أصحاب المحال ورفض الاتحاد العام بيعد مخالفة لقانون الاتحاد اللي بينص على ضرورة موافقة الاتحاد على القرارات اللي بتخص أعضائه، وتخوفوا من انه تطبيق القرار هيكون ليه اثار سلبيه وممكن يؤدي الى تشجيع التجاره العشوائيه وتوسيع نطاق الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على الجانب الرسمي منه. احنا بنحاول يكون معانا اي من اعضاء الاتحاد العام للغرف التجاريه اذا كانوا انتهوا من الاجتماع او خرجوا باي قرارات تخص موقفهم بعد قرار تنفيذ احنا معانا على التليفون وزير التنميه المحليه اللواء احمد زكي عابدين. سياده اللواء مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني سياده اللواء، القرار الصارم والنهائي بتطبيق يعني اغلاق المحلات والمقاهي الساعه 10 على الرغم من تضرر كتير من اصحاب المحال وعلى الرغم من رفض اتحاد الغرف التجاريه وتخوفه من اثار سلبيه، يعني منها خراب البيوت وقطع العيش ومنها بالراحه بس يا ستي بالراحه. لا انا بقى خراب بيوت، انا بنقل وخراب بيوت سياده اللواء، انا بنقل الصوره اللي جايه لنا. يا جماعه بلاش كده. مين قال خراب بيوت؟ الناس اصحاب المحلات. انت اللي بتقولي، محدش قال كده. شكرا. سياده اللواء انا لسه سياده اللواء لما تكلميني كويس ابقى اكلمك كويس. محدش قال قرار صارم ولا خراب بيوت ولا اي حاجه ابدا مني. سياده اللواء ممكن مع السلامه. مع الف سلامه. سياده اللواء احمد زكي عابدين وزير التنميه المحليه. سياده الوزير، انا مش عارفه يعني اعتذر عن سؤالي ولا اعتذر عن رد حضرتك للجماهير. انا اعتقد ان انا ما خرجتش عن اللياقه باي شكل من الاشكال. انا ما تمكنتش من ان انا انهي سؤالي. خراب البيوت وقطع العيش ده كلام الناس اللي في الشارع، مش كلامي انا مش متضرره اطلاقا باي شكل من الاشكال من اغلاق المحلات. في بطاله في البلد دي قد تزيد. اتحاد الغرف التجاريه بيتكلم عن زياده اقتصاد غير رسمي، القضاء على اقتصاد رسمي. يعني كان بودنا بحكم منصبك كوزير للتنميه المحليه وبحكم ان حضرتك متخذ هذا القرار الصارم، لانه قرار صارم وهينفذ من يوم السبت، يعني انه كان يبقى فيه توضيح وشرح افضل بكتير من رد الفعل اللي حضرتك رديته. بشكرك على اي حال وبعتذر للجماهير ان كان يعني تضرروا من اي يعني اشتباك بدون داعي حصل على الهواء.